حيت كانوا كيسمعوا المجلس راه دار المستقبل، المجلس الاول راه داروا الفيرمات، داروا الديور، داروا كل شيء. ودابا ملي جيت انا ما كاين والو، غير حتى الفلوس ديال الانتخابات ما دخلناهمش. بيان سور يقول لك اش غنديروا مع السيد هذا، مع هذا السيد ما معاش الماكله. هي شنو غنديروا؟ غنحاربوا حتى يمشي بحاله ويطلع له الدم ويحط الاستقاله ديالو، او غنشوفوا كي غنديروا غنحيدوا من تما. مي انا ما غنمشيش بحالي وغنبقى معاهم حتى الاخر وغنبقى بوحدي. رئيس ديال الجماعة ديال إيموزار فيها واحد الرئيس، وهذا الرئيس هو البطل مصطفى الخصم. وفي 3 أفريل غادي يوقف قدام وكيل الملك بسبب أن العامل ديال صفرو حط ضده شكاية، والشكاية حطها من بعد التصريحات اللي خرج بها مصطفى الخصم، اللي قال فيها باللي المعارضين السابقين كيعرقلوا كاع المشاريع اللي كيبغي يخدم فيها، وأنهم اتهمهم بالفساد. الحكم هنا كان صادم، حيث المحكمة حكمت على مصطفى الخصم بغرامة مالية ديال 50,000 درهم، يعني 5 ديال المليون. ولكن مصطفى الخصم قال بلي ما غاديش يعطي هاد الغرامة، حيث هو ما دار والو، وإلا عطاها غيتسمى بلي أنه راه داير شي حاجة. وقال بلي الوالي وصحابو خاصهم يتعاقبوا، وهما اللي يتعاقبوا على هاد الفساد وهاد الجرائم اللي كيديروا في الشعب. تزاد مصطفى الخصم سنة 1972 في مدينة هانو الألمانية. من صغره هو عزيز عليه الرياضات، وبالخصوص فنون القتال بحال الكيك بوكسين وفول كونتاك، وكان بارع فيهم بزاف. خدا 4 المرات بطل ديال ألمانيا و3 ديال المرات ديال أوروبا. ولكن الخصم كانت مغربيت عنده في الدم بحال كاع وليداتنا ديال المهجر، بحال في المنتخب الوطني زياش وحكيمي، فهو ما كانش كيحس بالطعم فاش كان كيمثل ألمانيا. لذلك قرر أنه يتخلى على الجنسية الألمانية، وأنه يولي يمثل المغرب ويلعب بالراية المغربية. مصطفى الخصم عنده 12 ميدالية ديال بطل العالم، 9 ديال المرات منهم كان حامل الراية المغربية، وخا أنه قال بلي هادوك 9 ديال الميداليات ما كيستافدش منهم ماديا، وباللي أن هادوك 3 اللي كان كيمثل فيهم ألمانيا هما اللي عاونوه أنه يعيش بيهم. وآخر مرة دار مباراة دارها في المغرب في وسط ديال الجمهور ديالو في مدينة فاس سنة 2011، وكانت هي آخر مباراة ليه. فمن بعد الاعتزال ديالو جاتو فكرة أنه ينقل الخبرة الكبيرة ديالو في المجال ديال فنون الحرب، ينقلها لوليدات الصغار ويخرج منهم في المستقبل إن شاء الله أبطال عالميين. ولكن غادي تصدم بالواقع، حيث الخصم تزاد في أوروبا، دونك عنده واحد العقلية ديال أوروبية، ديال النية، ديال أنه باغي يخدم، وديال أنه غير ديريكت. ولكن غادي تصدم بالواقع اللي كاين، والجامعة ديال فنون القتال حيت لقى فيها الزبونية، المحسوبية، باك صاحبي، وعرقولوا ليه كاع المشاريع الإصلاحية اللي كان ناوي أنه يدير، حيت كان هما همهم الوحيد أنه يخدموا المصالح ديالهم. فمن بعد لاحظ باللي كاين الفساد في البلاد، فقال مع راسو أنا بما أنه أنا شخص مشهور ومحبوب، فعلاش لا أنا من ترشحش وندخل العالم ديال السياسة، بما أنه عندي أفكار ديال الإصلاح والتغيير، ونساهم بأن هاد المدينة ديالي تولي من أحسن المدن. وهنا بدا كيشوف الحقيقة، فمع بدا كيخدم بانوا ليه كاع المصاريف والميزانيات أنها ما كتصرفش في داكشي اللي خاص تصرف فيه، وأنه بزاف ديال هادوك المصاريف والميزانيات فين كيمشي والله أعلم. فكيشوف باللي المستشفى ديال ديك المدينة حالتها كارثية، وباللي كان واحد المسبح اللي هو تاهو كارثي وأنها تصرفت فيه 700 مليون، ولكن فاش مشاو شافوا ما يمكنش هذيك تكون 700 مليون كاملة تصرفت في داك المسبح،
حيت كان في واحد الحالة اللي هي كارثية، وتما عرف الواقع، حيت هو كيف قلت لكم عقلية أوروبية، فما عرفش حيت في أوروبا كاين يعني كاينه الشفافية، ولكن في المغرب كاينه الزبونية المحسوبية. باك صاحبي بنادم باغي غير يشفر، ما باغيش يخدم بلادو، كيفكر غير في راسو. فهاد الشيء فاش دخل بقى كيشوف وكيشوف وكيقول هنا الميزانية فين مشات. هنا المسؤولين بداو كيقولوا كيفاش، واش هذا بصح باغي يخدم بلادو؟ حيت هما عارفين بلي ان اي واحد كياخد هذاك المنصب كيولي باغي غير يخدم المصلحه ديالو. فهنا بداو المسؤولين كيخافوا وبداو كيحاربوا. فهنا غادي يبداو يعرقلوا ليه كاع المشاريع اللي كان باغي يدير، غادي يعرقلوها وما غادي يخليوه يدير والو. فهو لاحظ بلي انه هو اللي بطل عالمي وعنده 12 ميدالية، ما عندوش هادوك لي مويان اللي عند هادوك المسؤولين. قال لك عندهم طوموبيلات، عندهم ديور، عندهم اراضي، عندهم فيرمات. منين جاتهم داكشي كامل؟ فهنا شنو داروا؟ ناضوا حطوا عليه شكايات بلي انه هاد الشكايات فيهم الضرب، العنف، القذف والتهديد. زعما بغاو يقولوا انه حيت بطل عالمي في فنون الحرب زعما راه غادي يدير هاد الشيء. بغيت غير ندير واحد الخاتمه هكا صغيره ونهضر على هذا الموضوع هذا. حيت بالنسبه لي انا انه الفساد هو واحد الحاجه اللي احنا عارفينها، كاملين عارفين ان كاين الفساد في بلادنا. وباش تطور بلادنا وتزيد القدام، اول حاجه خصنا نخدموا عليها، حيت فين ما وصلنا واخا ما عرفت شنو نديرو، واخا نبداو اننا نقولوا طورنا اقتصاديا ولينا كنصنعوا ما عرفت شنو الطائرات والسيارات وما عرفت شنو، ولكن الا بقى عندنا الفساد راه والو، غنبقاو دائما متاخرين ودائما غير متطورين. فاول حاجه خصنا نبداو بها هي الفساد. وفي بلاصه ما اننا نحاربوا ناس اللي باغا تخدم، خاصنا نحاربوا هذاك المفسدين، حيت حنا عارفين شكون هو الفاسد او شكون هو اللي كيدير الفساد من شكون هو ولكن حيت حنا في هذه البلاد عندنا هذوك اللي كيبغوا يشفروا هذوك الفاسدين هما بزاف، وهذوك الاخرين غير شويه، فهما دائما كيبغوا انه يحاربوا ديك الناس اللي باغا تخدم هذه البلاد بالنيه وباغا تخدمها بدون مقابل، باغا تخدمها حيت باغا تخدمها وحيت بلادها وحيت عليها النفس وحيت كتجيها النفس على بلادها. فبلا ما نطول، الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، تخليو لي لايك باش تدعموني، والسلام عليكم.